لو انتي بقى زي كده وزهقتي من العصاير الفريش والخروب، تعالوا نعمل شوية كركديه او عناب ساقع. عايزة اقولك بجد مفيش احسن واجمل منهم على سفرتك في رمضان. حاجة كده في منتهى الجمال. في دقايق هتكون جاهزة معاكي. انا بقى اللي هحط الكركديه في الخلاط، وعايزة اقولك هيطلع في منتهى الجمال. ايه ده الكركديه في الخلاط؟ ايوه، عايزة اقولك الطريقة قد ايه سهلة وبسيطة. يلا نبدأ، بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجة هجيب عندي مصفى وافضي فيها حوالي ربع كيلو من الكركديه او اي كمية عندك. ده ربع كيلو طبعا بيبقى مليان شوايب كتير جدا وتراب كتير جدا. اكتر حاجة بترم تراب ومعرضة للتراب هو الكركديه. لازم نغسله كويس جدا زي ما انتم شايفين كده تحت مية جارية عشان اتخلص من كل الحاجات اللي فيه ده وابقى ضامنة نظافة الكركديه بتاعي. بعد كده بقى هجففه. عايزة اقولك بكل سهولة هحط بقى شوية كده او نص الكمية في طاسة كده على النار، وابتدي اقلب فيهم بالشكل ده كده طبعا على نار متوسطة علشان ما يتحرقش منك. ما تشيليش ايدك منه خالص. يعني هتبتدي تبصي تلاقيه بينشف معاكي على طول بالشكل ده كده اهو. طول ما هو بيعك ايديكي اعرفي ان هو لسه طري. اول ما تلاقي ايديكي طالعه منه نضيفه وهو على البوتاجاز اعرفي ان هو خلاص كده نشف معاكي وبقى بالشكل ده كده. ولازم طبعا ينشف جدا علشان يتخلص من كل السوائل اللي فيه، علشان لما اجي اضربه في الخلاط يتضرب معايا. شايفين كل ما عك ايديا والاقيه بيعك ايديا كده اعرف ان هو خلاص مبلول. لما لقيته بقى ايديا طالعه منه نضيفه كده تاني مره بالشكل ده كده اعرفي ان هو خلاص نشف، وتلاقيه نشف معاكي بالجمال ده. شايفين شكله فرق جدا عن اول مره كنا احنا عاملينه مع بعض خالص. بعد ما اتاكدت ان الكركديه نشف تماما من الميه، هبتدي بقى اجيب كبه الخلاط بتاعتي واحط فيها كميه من الكركديه وافضل اضرب فيه كده لحد ما اخد القوام اللي انتوا شايفينه ده. ينعم معايا تماما بالشكل ده كده لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. وفي كل مره لازم اصفيها بالشكل ده كده، اعديها على مصفى عشان اتخلص من كل الشوايب اللي فوق، يبقى ناعم معايا جدا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. يعني كل مرة هطلع كمية هفضل اضرب فيها كده لحد ما تنعم تماما ويديني الشكل ده كده اهو. بعد كده بقى اخد كوباية من الكركديه، وكل كوباية من الكركديه لها كوبايتين من السكر زي ما انتوا شايفين كده. انا اخدت 4 كوبايات من السكر على كوبايتين من الكركديه بالشكل ده كده. وهبتدي بقى اقلبه زي ما انتوا شايفين كده واخلطه كويس جدا لحد ما بقى عندي خليط رمل بالشكل ده كده اهو. زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم بجد خطواته سهله جدا وبسيطه قوي. في الوقت ده بقى كده هجيب بخاخه ميه وابتدي بقى ابخ على الكركديه واقلب لحد ما يديني خليط رملي كده، ما يبقاش مبلول قوي زي ما انتوا شايفين، يبقى يا دوبك طري. عايزه اقول لك ان الخطوه دي بجد بتفرق جدا جدا في الكركديه زي ما انتوا شايفين في لونه. وعايزه اقول لك كمان دي يعتبر الخطوه الوحيده اللي بتحفظ الكركديه معايا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما اتاكدت ان كل الكركديه بتاعي شرب من الميه بالشكل ده كده، ابتدي بقى ايه اقلبه كويس جدا جدا عشان يبقى لونه موحد بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد سهل جدا وبسيط قوي، ما اخدش مني وقت خالص ولا مجهود تماما. عايزه اقول لك ده اسهل عليكي كتير جدا ما بتحطيه كده وتبليه وتطلع معاكي. عايزه اقول لك بتقدري ورق كتير جدا جدا في الفاضي. زي ما انتوا شايفين بقى كده هبتدي اجيب علب من التلاجة او اكياس تلاجة زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي احط فيها كمية الكركديه اللي عندي واحفظها في التلاجة. وقت ما تحتاجيها تطلعيها اكنك لسه عاملاها حالا بالشكل ده كده. انا عبيت كمية كبيرة جدا، عملت برطمان وعلبة تلاجة كبيرة واكياس كده من اكياس التلاجة، وهدخلها بقى التلاجة بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي احفظها بقى. وقت ما اجي استخدمها اطلع اخد المعلقة وبالشكل ده كده. وعايزه اقول لكم هيفضل بنفس القوام اللي انتوا شايفينه ده، مش هيتأثر تماما من التلاجة، بل بالعكس هتحفظه كويس جدا. في الوقت ده بقى تعالوا نعمل كوبايتين مع بعض كده نشوف الطريقه قد ايه سهله وبسيطه، وفرت عليا وقت ومجهود جامد جدا. هاخد بقى في كل كوبايه معلقه من الكركديه. شايفين اللون؟ عايزه اقول لكم طبيعي منه فيه، مش حاطه له اي اضافات تماما ولا الوان علشان يديله الدرجه والجمال والحلاوه دي كده زي ما انتم شايفين. انا يا دوبك حطيت معلقه في كل كوبايه وفضيت الميه بالشكل ده. شايفين؟ عايزه اقول لكم لونه بجد طبيعي جدا جدا. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله كان طعمه في منتهى الجمال. كده اسهل عليك كتير جدا ما تعمليه وتبليه وبيهدر معاك ورق كتير جدا، بيبقى لسه فيه لون طبعا. شايفين نوع الكركديه؟ عايزه اقول لكم بجد تحفه. طبعا اختاري نوع كويس يطلع معاكي طعم وقوام بالشكل ده كده زي ما انت شايفه، ولون بجد في منتهى الجمال. شايفين معلقه واحده بس عملت لي لون جامد ازاي؟ بجد طريقته سهله وبسيطه قوي، مش هياخد منك وقت خالص. عايزه اقول لك هيشرفك على سفرتك في رمضان. لو انت زهقتي بقى من العصاير الفريش والخروب اعمليه في ثواني وانت واقفه، تدوبي بقى الكميه اللي انت عايزاه وتضيفي عليها الميه الساقعه. هيطلع معاكي احلى مشروب عناب او كركديه، حاجه كده في منتهى الجمال. بجد لونه طبيعي 100%. وعايزه اقول لكم طعمه بجد كان في منتهى الجمال. شايفين شكله جميل قد ايه؟ وطبعا نوع الكركديه بيفرق جدا جدا عشان
عشان يديك اللون والدرجة الجميلة دي كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، عامل لي كمية كبيرة جدا هتقعد عندي تقريبا من السنة للسنة لو انت كيف الكركديه وكل يوم غوياه بالشكل ده كده. عايزة اقول لكم الله على كوباية العناب دي في الحر اللي داخل علينا دي، بجد حاجة في منتهى الجمال، روعة. هيفرق معاكي جدا على سفرتك في رمضان وفي ايام الصيف اللي داخله علينا ان شاء الله باذن الله كده على خير. شايفين شكله قد ايه تحفه وفي منتهى الجمال. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وطبعا لو ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.